بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جينا البحر بقى، احنا جينا العصر كده او قبل العصر بشويه، جينا على البحر اهو. لسه بدايه بقى، راس البر بقى وجمالها والموج احسن حاجه فيها الكراسي. راس البر وجمالها. الموج يعتبر مش عالي عن اخر مره جينا هنا، والميه نوعا ما حلوه عن اخر مره جينا برضه. اخر مره كانت بتهيألي كل اللي شافها قال الميه سودا. والميزه هنا بقى ان الشاطئ مفتوح، عشان بالنسبه لفايد كل حاجه بتتباع هنا على الشاطئ، يعني بتلاقي معاك كل حاجه على الشاطئ هنا. ميزة الكراسي طبعا. لا 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 لا، ما تخافيش اهو اهو. انا معاك اهو، مش كفايه، بس كل حاجه انت محتاجاها تلاقيها بتتباع. وعلى فكره الاسعار حلوه، الاسعار مش غاليه، الاسعار مش غاليه ولا حاجه. احلى حاجه اللي انت تسمعي صوت الميه كده وفرحه اولادك باليوم. ايه ده؟ بتاع ايه؟ اه، هو اللي سايق اهو. شاطئ العائلات، احنا كنا عايزين نيجي شاطئ النخيل بس السيرفيس اللي احنا جبنا ما تقريبا ما عرفش يوصل المكان. احنا لسه الساعه 6 الا ربع الصبح، بس لسه طبعا الدنيا هاديه، بس الموج عالي برضه. الشمس لسه مستخبيه، الموج عالي. الميه كويسه بس الموج عالي من الاول، يعني من البدايه خالص. بصوا يعني تحس ان هو قريب كده الموجه عاليه من على الشط. قلنا ما نغير الشواطئ ونتفرج على البلد، يعني من الشواطئ بتاعتها كده وننوع اليومين اللي احنا قاعدين فيهم. فسمعت ان شاطئ النخيل يعني شاطئ كويس، فعلى اساس ان احنا هنروح فيه. بس يلا رزق الناس اللي هنا. الناس جايه بدري برضه عشان الشمس، قبل الشمس يعني الناس دي تلات ارباعها ما نامتش وجايه شويه وهترجع تروح تنام. البحر كله ناس بعيد اهو، الشمسيات كتير لسه ما اتفتحتش. يا فين نورسان؟ فين نورسان؟ فين يا بنت؟ الصغيرة كانت متدارية. المية بجد حلوة. أحسن حاجة الهدوء. الشط لما يكون زحمة تبقي حتى مش شايفة أولادك، مش متابعاهم، مش واخدة بالك منهم هما رايحين جايين. لسه الناس بتبدأ العوامات، يعني احنا جبت عوامة النهاردة بتبقى واحدة على 55 بالعافية. عوامة الصغيرة هي دي بالعافية على 55. لأن كانت قبل كده كنا بنجيبها ب 25 و35 لما تكون غالية كمان. دخلت وبحثت كتير عن شواطئ، يعني افضل شواطئ ان الواحد يلحق يزورها هنا في راس البر. لقيت هي افضل شواطئ اللي هو كان اول حاجه، كانت اعلى حاجه اللي هي كانت نخيل، الخيمه والعائلات. طبعا زي ما قلت لكم، انا حبيت انا كنت عايزه اروح اللي هو اجرب اللي اشوف اللي هم بيشكروا فيه شاطئ النخيل ده حلو ولا ايه، بس ما كانش لنا نصيب ان احنا نروح. فجينا هنا العائلات، بس حلو بصراحه يعني برضو كويس، مش وحش، حلو، ميته كويسه. حتى الموج بتاعه عالي فعلا في بدايته، يعني احنا كنا بننزل في المسافه اللي زي دي في الشط الاولاني احنا كنا فيه، ابعد مسافه بعيده عن كده كمان،
كان الموج بيكون كويس يعني عالي، بس ما كانش عالي من البدايه. بس هنا تحس ان الرمل فيها صدف، يعني صوت حتى في صدف على الشط كده. هناك لا، هناك كان في زباله. ما كانش شط، يعني هو شط كان كويس بس مش زي ده مقارنه يعني لما نقارنهم ببعض التاني كان افضل. في ناس على فكره بقى تخرج وتروح تمشي، وفي ناس طبعا هتيجي لسه. الناس بتخرج لان خلاص، يعني الناس اللي هي بتبقى مطبقه زي ما احنا بنقول وهتنام بقى خلاص. ان شاء الله اروح اللسان برضو، باذن الله اصور من هناك، اصور برضو اللسان بتاع السفر. نبقى بقى يعني نستفاد بوقتنا كله طول ما احنا موجودين هنا. تقريبا افضل مكان ده عمال ابحث برضو عن مكان ان احنا نروح فيه حمام سباحه، مش عارفه بصراحه اوصل لمكان اودي اولادي فيه حمام سباحه. لقيت اماكن كتير كده بس ما اعرفش يعني النظام بتاعهم ايه، يعني النظام الدخول عندهم ازاي، عشان ما نروحش ونبقى مشوار على الفاضي. في شواطئ، المفروض في شواطئ، انا عارف في شواطئ المفروض بيكون فيها حمام سباحه، يعني شواطئ بيكون قافله على نفسه، في حمام سباحه داخلي جوه بيعملوه. بس ما لقيتش، لما بحثت ما لقيتش اي شاطئ مكتوب عند اي شاطئ ان هو في حمام سباحه. طبعا هو بيبقى امان، البحر لما يكون هادي بيكون امان لاولادنا، امان لينا احنا كمان. بتراقبي اولادك وانت على الشط، موجوده على الشط. بس الاسعار هنا تعتبر هاديه عن الشط بتاع امبارح. يمكن كل ما يكون في زحمه على الشط كل ما يكون الاسعار شديده، الاسعار اعلى. لقيت الشط ده يعتبر بعيد شويه عن الشواطئ التانية. بداية شط النخيل، تحس ان هو نازل على تحت كده، يعني نازل بمنزل زي ما احنا بنقول. الموج بتاعها بيبقى عالي جدا، يعني في البدايه كده خالص تحس ان الموج صعب، الموج بتاعته صعب، يعني هو يعتبر غويط شويه، يعني عشان هو نازل كله، يعني بص عليه كله تلاقوه نازل كده ومنحدر. فدوت عامل خلي العيال الصغيره مش امان صراحه، ده حتى الكبار اخرنا يعني هنا في الاول ما ننزلش تحت قوي، يعني حتى الناس الكبيره مش عارفه توصل للحديد نفسه لان الموج عالي، الموج عالي وهو غويط. بس الرمله حلوه، الرمله بتاعته صفرة من بره هنا، بس من جوه في البحر نفسه لما تشوف ميه من تحت السمره العاديه بتاعت البحر، بس الميه نظيفه. وتحس لما تخش كده ترفعي رجليك تبان تشوفي رجليك وانت واقفه يعني فيها، بس فيها تشوفي رجليك حتى لو نزلت لحد تحت شويه، بس مش تحت بعيد يعني. هنا دفعنا وجم اول ما دخلنا يعني عشان نقعد، قال شمسيه مش عارفه بكام كرسي، المهم يعني كان نقول 120 تقريبا الشمسيه، ولا 130 ولا كان بيدي اسعار غريبه كده. المهم يعني خدنا شمستين ب 200، عارفه ان هو اغلى من شاطئ العائلات على فكره. الشاطئ الثاني كان حلو اللي احنا كنا فيه، كان العائلات اول جنب العائلات على طول، بس المهم يعني هو كان حلو، كان شاطئ نظيف وحلو. احنا اللي انا هوريه لكم برضه هتشوفوه في الفيديو ان شاء الله. شطين اللي هو العائلات والشاطئ بتاع النخيل. من كتر ما سمعت شاطئ النخيل زي ما قلت كنت نفسي اجي اشوفه ايه هو عباره عن ايه من الميزات اللي فيه. هنا عشش، في هنا عشش عاملينها بنخل. الحاجات اللي هي التندات دي عامله لك 300 جنيه تقعدي فيها طول اليوم، وعشان لو حابه تنامي. لا بس الميه صعب يعني، حتى ولادي مش عارفين ينزلوا، الصغيرين قاعدين على الشط بعيد لان الموج بيخبط، والكبار برضو نازلين وقلقانين.
عمالين يقولوا لنا رجعيني للشط اللي احنا كنا فيه امبارح. امبارح كان فيه صدف على البحر، وكان فيه او كان الموج كان عالي بس مش زي هنا. مش كان صعب زي الموجه هنا، شديده شديده يعني، هي عاليه وشديده بتخبط جامد بتوجع. برضه بما اننا قاعدين يعني نبص على كام شط كده ونتفرج، نتفرج على على الشواطئ بتاعت البلد اللي احنا بنسمع عنها انها كويسه يعني، مش هي الشواطئ العاديه. يقول لك هنا في العيد ما كنتش عارفه تدخلي، حتى لو كنت جيتي كان ممكن يرجعوك يقولوا لكم محدش هيدخل، لان هنا البحر كان مليان، ما فيش شمسيات ولا في مكان فاضي في العيد. لكن دلوقتي زي ما احنا شايفين بينش كده. احنا طبعا الساعه تقريبا ممكن تكون 6 6 وحاجه بسيطه كده، لسه يعني الشمس لسه. صوت الموج نفسه شديد. بص الموج بيطلع لحد فين، وشايفين عامله منحدر ازاي. ده اللي بيخليها غوطه بقى، ما تنزلش بقى تحس ان هي مش امان. شط مش امن على فكره الاطفال يعني، بتهيألي مش امن خالص خالص ان انت تجيبي اطفالك فيه. في ناس بتعمل ستيشن هنا برضو، لسه محدش لف هنا يبيع حاجه يعني لسه لحد دلوقتي. شويه اكيد هيظهروا، بس بعيد طبعا عن المنطقه اللي احنا فيها جدا، بعيد يعني بعيد. خدنا وقت على ما وصلنا لحد هنا اللي هو السفينة. بس اكتر حاجه حلوه ان هو الرمله، لون الرمله كويس فاتح يعني حلو.